هاي، انا ندى. النهارده هنتكلم عن ازاي وانت طالب تعرف تشتغل. وهتكلم انه هتشتغل في البيت اونلاين. ليه؟ لان انت طالب، عندك جامعه، عندك مذاكره، عندك التزامات لنفسك ولمستقبلك، فاحنا مش عايزين نضيع كل حاجه. احنا هنشتغل اونلاين ساعه ساعتين في اليوم، تمام؟ او هنشتغل اونلاين في الويك اند. المهم ان احنا هنشتغل اونلاين ومش هننزل الشارع عشان ناخد فلوس. طيب ايه هي الحاجات اللي احنا المفروض نعملها عشان نبدا الشغل اونلاين؟ اول حاجه خالص تقعد مع نفسك كده وتشوف انت بتعرف تعمل ايه. يعني انت بتعرف تكتب، بتعرف ترسم، بتتكلم لغتين عربي وانجليزي مثلا، بتعرف تذاكر. كل الحاجات دي تقدر توظفها لحاجات ممكن تطلع لك فلوس. لو مثلا بتعرف تكتب، حضرتك هتجمع كل الكتابات اللي انت عملتها وتكتبها في ملف مثلا وورد، تمام؟ بتعرف ترسم، هتجمع كل الرسومات اللي حضرتك عملتها وتصورها صورة كويسة. لو هي على الكمبيوتر يبقى حضرتك هتجمعهم في ملف، تمام؟ بتعرف تذاكر، هتشوف انت بتعرف تذاكر ايه بالظبط هتوظفها. هقول لك هتوظفها ازاي، تمام؟ بتعرف تترجم كذا لغه، حضرتك برضو هتجمع اي مقال انجليزي وتترجمه للعربي او للعكس وتخلي المقالات دي عندك، تمام؟ فانت كده بنيت حاجه اسمها بروتوفوليو. البروتوفوليو ده ما هو الا كتالوج للشغل بتاعك. يعني انت لما تيجي تقدم على شغل هتقدم لهم البورتفوليو ده وتقول لهم اهو ده الشغل بتاعي. اي نعم انت كنت عامله لنفسك، واي نعم انت ما خدتش عليه فلوس، بس لازم وانت بتقدم على وظائف تبقى بتقول للناس اللي هيوظفوك ان انت ايه، بتعرف تشتغل. هتعمل كده ازاي الا وانت مجمع الحاجه اللي انت عاملها بس؟ طيب ايه، هتقدم على وظائف فين؟ عندنا كده موقع اونلاين. الحاجات اللي انا عارفاها بصوره شخصيه ومجرباها هي فريلانسر و ابورك وفايفر، تمام؟ وبعدين عندنا فيسبوك وجوجل. طيب فريلانسر ده عباره عن موقع بيحط شغل كمشروعات. انت مثلا مطلوب منك ترسم صوره، والصوره دي تسلمها لي في خلال اسبوع، والصوره دي مواصفاتها كذا، وهتاخد مقابلها مثلا $10 مثلا، تمام؟ انت بتتفق مع الحد اللي هيشغلك ان انت اوكي موافق على $10، وفي خلال اسبوع هوصل لك الصوره وبتاخد المواصفات وبتعمل له الرسمه وبتديها له. فادي كده فريلانسر. ابورك زيه بالظبط. يبقى احنا عندنا فريلانسر وابورك الاثنين زي بعض بالظبط، تمام؟ طيب فايفر دي بتبقى مشاريع $5، يعني الحاجه بتتعمل مقابل $5. الصوره بقى، كتابه، رسم، ايا كان، اي بتاع $5. خلاص. نيجي بقى لجوجل وايه وفيسبوك. جوجل عليها وظائف من مواقع تانية، فانت تكتب ريموت ورك فروم هوم. ريموت يعني من مكان تاني، يعني مثلا حد في امريكا عايز يشغل حد من بره ولا يعترض ان انت تبقى مثلا ايه عايش بره امريكا ومش معترض ان انت هتشتغل من البيت. ورك فروم هوم نفس الكلام، تمام؟ فيسبوك، ودي كانت اول شغلانه اشتغلتها اونلاين، كان عن طريق فيسبوك اصلا. بتكتب الحاجه اللي انت عايزها، مثلا ورك ميديكال ستودنت في السيرش بوكس، او تكتب وظائف للطلاب مثلا في السيرش بوكس. هيطلع لك كميه جروبات بقى وكميه ممكن بوستات او اعلانات. من هناك بقى تقدر تبدا تنخرب كده وتدور على الحاجه اللي انت عاوزها ومناسبه ليك، تمام؟ طيب حضرتك ما بتعرفش تعمل حاجه خالص، لا انت بتعرف ترسم، ولا انت بتعرف تكتب، ولا بتعرف تترجم، ولا بتعرف اي حاجه خالص، ولا اي حاجه. الموضوع بسيط جدا. هتفتح قناه يوتيوب بس يا سيدي. تفتح قناه يوتيوب هتقولي طب انا اطلع اتكلم في ايه في اليوتيوب؟ لا، انا اجي هنا بقى واقول لك ان يعني المواضيع على اليوتيوب لا تمل ولا تكل، والاطفال والكبار بيتفرجوا على كل حاجه واي حاجه، ويعني حاجه في منتهى العبط بصراحه. بس هو ده الواقع وهي دي حقيقتنا وهو ده حياتنا، تمام؟ حماتي وسلفتي عملوا، بنتفرج عليهم ونشوف ايه اللي حصل. حد بيطلع يعمل تعليق على ماتش كوره، او حد بيعرف يطلع يعمل تعليق على مسلسل، او حد بيعرف يطلع يعمل تعليق على انمي. انت اقعد مع نفسك كده وشوف انت بتعرف تعمل ايه او بتعرف تتكلم في ايه للابد. يعني مثلا في فيديوهات يوتيوب عن انه انا عملت ايه النهارده مثلا. في فيديوهات يوتيوب ازاي انا مثلا بذاكر كويس. انا اعرف على مستوى الشخصي كام حد كده. هو اليوتيوب بتاعه عباره عن، يعني هو نجح اصلا كويس قوي في الاول ان هو عرف يقول لزمايله اللي في الكليات اللي في الثانويه العامه ازاي هو دخل كليه طب، واللي هو التيبس اند تريكس اللي هي ايه، نصائح كده ازاي انت تذاكر كويس وتجيب تقدير عالي.
مثلا لو انت بتعرف تذاكر الحاجه اللي قلتها اول الفيديو، لو انت بتعرف تذاكر هتعمل فيديوهات عن المذاكره، هتشرح مثلا احياء، هتشرح تاريخ، هتشرح حساب، الحاجه اللي انت بتعرف تعملها وتشرحها بقى بطريقتك انت، تبقى مميز شويه. وصدقني لو انت عملت الموضوع كانه شغل، وان انت في اليوم اديته ساعه او ساعتين من وقتك للحاجه اللي انت هتشتغلها على اليوتيوب، هتنجح كده كده يعني، كده كده هتنجح، كده كده هيبقى ليك قاعده فانز معجبين، ودول شويه شويه هيزقوك يعني. تمام. فلو انت بتعرف تعمل حاجه خير وبركه، نميها واشتغل بيها واعمل لها قناه يوتيوب. ما بتعرفش تعمل حاجه، خير وبركه برضو، يا اما تتعلم حاجه وتنميها وتشتغل عليها، يا اما تفضل يعني بروطه، مع احترامي الشديد ليك، بس انت لازم تتعلم اي حاجه زياده جنب الحاجه الاساسيه اللي انت تعرفها ليك لنفسك، حتى مش لاي حاجه يعني. اي حاجه انت هتتعلمها زياده على المستقبل بتاعك هتفيدك في يوم من الايام. ولكن انت اخترت ان انت ما تتعلمش حاجه، واخترت ان انت تبقى يوتيوبر. دور على محتوى ان انت تعرف تتكلم فيه جزء مطول، وابدا نزل محتوى. وطبعا انا لا اشجع المحتوى التافه والفاسد والهابط، واشجع المحتوى الهادف التعليمي اللي ممكن يفتح افاقنا ويفتح اذهاننا، او يضيف لنا في خبراتنا. يعني انا مثلا بحب الفيديوهات اللي هي ايه، صحيت 6 الصبح وفطرت فطار كويس ورحت لعبت في الجيم، بتديني طاقه، بتديني حماس ان انا اقوم من على السرير واعمل اي حاجه في اليوم. تمام. ففي الاخر انت حاول تخلي المحتوى بتاعك يفيد اللي حواليك. في بنت صغيره كده يوتيوبر اسمها امنيه عوض، في ثانويه عامه، وبجد من افكار لذيذه خالص، بقت فظيعه دلوقتي. تمام. دي كمثال يعني، اكتبوها كده، دوروا عليها. في حد تاني مثلا هي بتقرا بس شويه زياده وبتكتب كويس، اللي هي البنت بتاعت ماذا لو. في كذا حد اللي هو بس تجربته في الثانويه العامه بس. في كذا في كذا فيديوهات اللي هي ايه التوعويه، ازاي ان انت يعني تحارب الستريس او الضغط، ازاي ان انت تحارب الكآبه، ازاي تكون علاقه احسن. طبعا في تعليم قرآن، لو انت بتعرف تقرا قرآن كويس بالتجويد ممكن تطلع تقرا قرآن. يعني الدنيا مفتوحه خلاص، والفلوس موجوده، واليوتيوب موجود، هو عاوز بس الموضوع شويه ايه شغل. ويعني ملحوظه صغيره اخر الفيديو، انا ما بكسبش من اليوتيوب حاجه لسه، انا بس بزقكم عشان خاطر ايه الدنيا افاقوا كده تتفتح على العالم يعني، وتعرفوا ان الدنيا مليانه شغل عادي، بس عايز شويه مجهود، وانا ما بكسبش فلوس عشان انا مش حاطه المجهود ده. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.